مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. أصدر الستار رسميا عن المجموعه الخامسه والجزائر بالعلامه الكامله بعد الفوز اليوم ب3 أهداف مقابل هدف على غينيا الاستوائيه. رفيق مبروك طبعا التاهل من الجوله السابقه، واليوم مبروك الوصول والتاهل بالعلامه الكامله في صداره المجموعه. الحمد لله على كل حال. شيء جيد انك تفوز بتلك مباريات معنويا جيده، حتى ولو غيرت تقريبا كل تشكيله في المباراه هذه الثالثه، واعطيت فرصه لبعض اللاعبين، اعطتك يعني نظره للمستقبل. يعني في المباراه ممكن ان تحتاج لبعض اللاعبين، والبدايه بدات بهذه الكرات الثابته. يعني استغلينا الكرات الثابته من بلعيد والقوه في الكرات الثابته. هذا هدف الاول. ياتي الهدف الثاني من شيبي عن طريق يعني جمله تكتيكيه وتمريره من مازا اللي كان يعني مايسترو هذه المباراه، خاصه في التحضير للتمريره والفينيش بقوه، دقه وقوه. وياتي الهدف الثالث من مازا، نقدر نقول ما بين افضل اللاعبين في الشوط الاول، يعني ما بين التمرير والتهديف. وهذا حاج موسى الذي كان ايضا نشيط في الرواق الايمن، وهذه يعني انهت المباراه في الشوط الاول يعني 3-0. وياتي الهدف تقليص الفارق من هدف جميل رائع يعني من ثوي، تسديده قويه في الزاويه يعني بعيده، وتنتهي المباراه ب3-1 و3 نقاط اضافيه. تمام. السودان هيثم، ويعني خساره بهدفين ولكن تاهل كمركز ثالث. اكيد اولا مبروك للشباب التاهل. اعتقد انه ادوا مباراه جيده، خصوصا انهم البدلاء لهم فتره زمنيه طويله لم يشاركوا في المباريات. سوء تمركز دفاعي، حصلنا على ضربه جزاء سددت جزوري. اعتقد انه يعني يتعامل معاه بشكل جيد، ممكن كان يسددها اي لاعب اخر لانه كان باذل مجهود قبله. تعرضنا في الشوط الثاني رغم الاداء الجيد وتحسن الاداء، لكن سوء التمركز الدفاعي مره اخرى وعدم دخول الظهير الى داخل الملعب. انا اعتقد انه يعني بالنسبه لانه ما بشارك في مباريات كثيره، كذلك سوء التمركز حرز فينا هدف ثاني وهزيمه. لكن اعتقد انه الشباب ادوا ما عليهم في الملعب، كان اداء جيد. اعطت المدرب فكره عن البدلاء. تمام. في اكثر من لاعب جاهز قادر انه متى ما كانت في حوجه له يكون جاهز في المباراه القادمه. تمام هيثم. اذا النتائج الان مشاهدينا: غينيا الاستوائيه طبعا تخسر امام الجزائر ب3 مقابل هدف، والسودان تخسر امام بوركينا فاسو بهدفين، والترتيب الجزائر 9 نقاط بالعلامه الكامله، بوركينا فاسو 6 نقاط، السودان 3 نقاط، غينيا الاستوائيه بدون رصيد. يعني ترتيب متوقع كان احمد المحمدي؟ لا، السودان اكيد طبعا بالنسبه للسودان ادت بشكل ممتاز ان هي تصعد من مجموعه فيها الجزائر بوركينا وغينيا. يمكن قبل البطوله لو تسال حد اكيد بيرتب الجزائر بوركينا غينيا بعد كده السودان، ولكن السودان فاجئ الجميع بالفوز على غينيا وقدموا اداء ممتاز وقدر يصعد كاحسن توالد. فاكيد طبعا نجاح بالنسبه لمنتخب السودان. مبروك طبعا لكابتن هيثم صعود لدور 16. هيبقى عندهم منافس قوي المواجهه القادمه، فاكيد لازم يكون التحضيرات قويه. يمكن اليوم كان بروفا بالنسبه لهم، بروفا قويه لدور 16. كان المدرب استخدم اكثر عدد من اللاعبين في مباراه اليوم للتحضير للمباراه السابقه. ولكن احمد لازم يكون في المشاكل الدفاعيه اللي موجوده في دفاع السودان، لازم الفتره اللي جايه يمكن في 5-6 ايام ما بين المباراه دي والمباراه القادمه لازم يكون في تحضيرات كويسه، لان المنافس القادم منافس قوي، منافس هيبقى عنده قوه هجوميه كبيره جدا، فلازم يكون في ترتيبات وتصليحات في دفاع منتخب السودان الفتره القادمه. تمام. يعني طبعا الاداء للدفاع المنتخب السوداني. لك تعقيب سريع على دفاع المنتخب السوداني اليوم هيثم؟ يعني محمد يتكلم عن نقطه ان لابد من اعاده التوازن لهذا الخط. اكيد انت محتاج المباراه القادمه عموما انها مباراه كبيره، محتاج انه يكون في توازن تام، انه تلعب بحرص دفاعي وبتركيز عالي، خصوصا انه العناصر المشاركه اليوم ما في تجانس وانسجام بين يعني في لاعبين لهم فتره زمنيه ما لعبوا مع بعض، وحتى هم ما اللعيبه الاساسيين وما شاركوا في مباريات. انت تعلم انه ظروف انه ما في دوري ما في لعب، ودي ما اعذار، لكن يعني اي مجموعه او اي خط لعب لازم يكون في تجانس بين الخطوط وخصوصا خط الدفاع في التمركزات. فلو لاحظنا الهدفين انه كان في سوء اتخاذ قرار في الهدف الاول وخطا فردي، والهدف الثاني كذلك انه يعني عدم تركيز من المدافع، انه المفروض يعني ينضم للداخل ما تحول لداخل الملعب،
المهاجم لقى الفرصه امام المرمى واحرز هدف بسهوله. فالمباراه القادمه ما بتتحمل انك صح. انت حتلعب امام منتخب يمتلك كل الامكانيات اللي ممكن يحرز بها الاهداف، حيلعب على اخطائك، تحتاج لتركيز عالي وحرص دفاعي. واعتقد ان التمارين حتكون بشكل جيد في الفتره القادمه، انه التركيز على الجانب الدفاعي. في بدلاء اليوم ظهروا، طيب ظهر بمظهر جيد في الجانب الدفاعي. اعتقد انه في مدافعين ممكن يكونوا بدلاء او على حسب ما يريد من المباراه القادمه. واكيد انه لا، نحن في المباراه القادمه هدفنا الاول انه ما نتقبل هدف، لان هي مباراه بخروج المهزوم. طيب سنعود إليك أيضا لقراءة المباراة القادمة للمنتخب السوداني، لكن نستمع أولا إلى كواسي أبيا مدرب المنتخب السوداني. ماذا قال بعد هذه المباراة؟ Coach, you make a lot of changes to keep your player for the next rounds. تحافظ على لاعبيك المباراة القادمة. نحن نعطيهم فرص للمشاركة، والذين لعبوا يأخذوا بعض الراحة. هذه النتيجة ليست جيدة للمشجعين، ليسوا راضين عن أداء المنتخب. المهم هو التأهل. لا يهم أن تسجل بوركينا 10 أهداف، لكن المهم هو أن نلعب ونؤدي ونتطور في أدائنا. ونحن نرى كمدرب كيف يؤدي اللاعبون. المباراة القادمة هذا ما أفكر فيه، أفكر في المباراة القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لكواسي بيا مدرب منتخب السودان، كان معي هنا في منطقة التصريحات. نعود إلى الزملاء. شكرا لزميل جابر العربي، وهذا اللقاء مع كواسي أبيا مدرب المنتخب السوداني. محمد، لك تعقيب على منتخب الجزائر وصدارة المجموعة بالعالم الكامل. كل شيء إيجابي بالنسبة لمنتخب الجزائر في الجروب ستيج، يمكن 9 نقاط من 3 مباريات. وبالنسبه للمدرب دلوقتي بقى عنده مشكله كبيره جدا في المباراه القادمه، اختيارات متاحه بالنسبه له، ولكن هي مشكله صحيه بالنسبه للفريق. غير بعض العناصر اللي لعبت مباراه اليوم، قدرت ان هي تثبت نفسها بشكل ممتاز بالنسبه للمدرب. فانا اشوف ان الجروب ستيج بالنسبه لمنتخب الجزائر كان ايجابي بمعنى الكلمه. احمد، يمكن منتخب عرف ازاي ان هو يقدر يكسب المباريات، حتى المباريات الصعبه زي مباراه بوركينا من ضربه جزاء، ولكن قدر يحافظ على شباك نظيفه، استقبل هدف وحيد. لو سالت مدرب منتخب الجزائر عن الهدف اللي استقبله هيقول لك اكيد يعني هدف زي دوت ما في ولا حارس مرمى في العالم صحيح يقدر يتصدى ليه. فاعتقد ان الجزائر كل شيء بالنسبه لهم، خاصه من الناحيه المعنويه والروح المعنويه، كل شيء ايجابي لمنتخب الجزائر في المرحله القادمه في دور 16. رفيق، يعني من العنصر اللي لعب اليوم ويستحق ان يكون في تشكيله المباراه القادمه امام الكونغو الديمقراطيه في التشكيله الرئيسيه من البدايه؟ عندك عده عناصر. اظن ان بالغالي هو اللي راح يكون ظهير ايمن امام مباراه الكونغو. ايت نوري راح يكون هو الظهير الايسر، ممكن حجام، هنا علامه حجام لانه مصاب، هل راح يرجع؟ لا، يعني تقريبا عندما اخرج يعني ايت نوري وبالغالي في الشوط الثاني، اظن يعني عنده فكره انه يبدا بهم المباراه القادمه، يعني هذا هم اللي جاهزين فنيا وبدنيا. اظن حاج موسى كسب نقاط ايضا، يلعب اساسي في المباراه القادمه. ما نظنش يلعب اساسي، ولكن راح يكون عنده وقت، يعني لو احتاجه في الشوط الثاني ممكن يوم. مازا راح يكون اساسي، يعني بالمردود والاداء اللي قدمه، مردوده في تصاعد منذ المباراه الاولى، في تصاعد. يعني عبد اللي ظهر بوجه جيد. شايبي ايضا راح يكون حل من الحلول في الشوط الثاني. يعني صحيح المنافسه قويه، ولكن ادخال واشراك هذول اللاعبين في مباراه اليوم يعطيك يعني خيارات افضل. هي صحيح هي مشكل المدرب مثل ما قال احمد، ولكن مشكل ايجابي. انا افضل يكونوا عندي تقريبا 18 لاعب بنفس المستوى، يعني حتى الخيارات. اليوم ايضا بالعيد اول مباراه له اساسي، ادى مباراه رائعه، سجل هدف على كره ثابته، وفي الجانب الدفاعي كان يعني ادى مباراه جيده، يعني حتى بالعيد يقدر يكون عندنا حل يعني في المستقبل. تمام. يعني عناصر كثيره وعناصر كثر طبعا ظهرت في مباراه اليوم تستحق ان تتواجد في التشكيله الرئيسيه للمباراه القادمه، ولكن من ضمن هذه العناصر ومن بين هذه العناصر هناك النجم انيس الحاج موسى، نجم المباراه ورجل المباراه الاول. نتابع ماذا قال بعد هذا.